السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 18800 نقطة بصعود 1%. قيم التداول 2 مليار و400 مليون. عدد الأسهم 230 سهم بصعود 126 وهبوط 86 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري 342 مليون، بعد كده بلتون 150 مليون، بعد كده طلعت مصطفى 135 مليون، بعد كده مصر الجديدة 117 مليون، بعد كده القلعة 68 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع العقارات 20%، بعد كده البنوك 17%، بعد كده قطاع الخدمات المالية 13%، بعد كده قطاع الأغذية والمشروبات 8.5%. النهاردة المصريين المؤسسات والأجانب المؤسسات كانوا شراء، والأفراد والعرب كانوا بيع. النهاردة المؤشر ارتفع 1% بقيادة التجاري الدولي. ولو بصينا على بقية الأسهم هنلاقي معظم الأسهم اللي موجودة في المؤشر كيس 30 هنلاقيها قفلت في المنطقة الحمراء، أو هنلاقيها قفلت في تراجع. طيب ليه المؤشر ارتفع 1% ومعظم الأسهم اللي هي موجودة في المؤشر قفلت أحمر؟ لأن التجاري الدولي القوة النسبية بتاعته اللي موجودة في المؤشر 30%، فبالتالي لما التجاري يصعد 3.5% أو 4% فلازم المؤشر يصعد 1%. طيب هل ده صحي؟ أنا شايف إن هو مش صحي للسوق، لأن كده المؤشر الرئيسي عمال يخترق قمم تاريخية. طيب هو كده اي سهم او اي سوق في الدنيا بيصعد وبعد كده بيصحح، فمسير السوق هيصحح. وايضا التجاري بقاله فترة بيطلع، فمسير برضو التجاري هيصحح. فايا كان السوق او التجاري لما يصحح الاسهم هتنزل، والاسهم حاليا في اسعار جيدة، فدلوقتي لما السوق يصحح الاسهم هتنزل اكتر. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا شايف ان احنا نتأنى في عملية الشراء ونحتفظ بكمية كاش بره المحفظة دلوقتي، لان السوق فيه قيمة تاريخية والسوق عالي جدا. وخلينا بس نصبر شوية لما نشوف السوق هيستقر فين بالظبط وهيصحح لغاية كام، واول ما السوق يصحح ممكن نفتح مراكز شرائية تاني. بس دي كانت ملخص اخبار البورصة النهاردة، وكنت حابب بس ابلغ حضراتكم ان تشتركوا في قناة أكاديمية عواد، وان انا هسيب لحضراتكم لينكات الجروب بتاعت الفيسبوك وجروب الواتساب في اول كومنت في التعليق. وشكرا جدا لحضراتكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. شكرا لكم.